السلام عليكم، ورجعنا فيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن تليفون محقق مبيعات كتير جدا في السوق، وده بيرجع علشان براند قوي والسعر بتاعه معقول جدا على المواصفات بتاعته. والنهارده هنتكلم عن A15 من سامسونج. تعال نشوف مميزاته وعيوبه ويلا نبدأ الفيديو. زي ما اتفقنا قبل كده هنقول كل حاجة على السريع علشان يبقى فيديو خفيف وتلم كل حاجة عن التليفون. لو هنتكلم عن الشكل والخامات فالتليفون هنا مختلفش عن اخواته الاكبر او الاصدارات اللي فاتت من سلسلة الايه. يعني التليفون زي ده مثلا ب 7000 جنيه او ب 8000 حسب المساحة وحجم الرام في التليفون، فهو هتلاقيه نفس شبه التليفون الاي 55 اللي ب 22000. فسامسونج ماشية باسطمبة وبتكررها في معظم التليفونات بتاعت سلسلة الايه. ولو هنبص للتليفون فالخامات كلها جاية من البلاستيك، فالملمس بتاعه مش وحش، بالعكس هتحس برضا وانت ماسك التليفون. بس اللي هتحس بيه اكتر وهو ان وزن التليفون هنا 200 جرام، وهو فعلا وزن التليفون تقيل في ايدك. وزي ما قلنا سلسله الاي بتبقى معظم التليفونات بتاعتها، او مش معظم، كل تليفونات الاي هتلاقيها اتقل من المنافسين بتاعتها. فالتليفون كشكل وخامات مش وحشه، بالعكس الشكل بتاعه لطيف والخامات بتاعته برضو مش وحشه، كويسه جدا. لكن الوزن هو ممكن يبقى فيه عيب بسيط، اللي هو ان التليفون تقيل في ايدك. ولو هتلف التليفون هنا هتلاقي شاشة سامسونج المميزة جدا اللي بتيجي بحجم 6.5 انش فول اتش دي بلس من نوع اموليد و90 هرتز. طبعا كلنا عارفين ان الوان شاشة سامسونج والوضوح والتفاصيل كل حاجة في الشاشة حرفيا بتبقى مثالية. بس اللي مش مثالي هنا هو استحواذ الشاشة اللي انا شايفه اوفر بصراحة. يعني لو هتبص هنا الاستحواذ كبير جدا، حتى النوتش هنا بيرجعك لشكل تليفون ل4 أو 5 سنين لورا. معلش انت لو رحت لاي شركة تحت بير حتى هتلاقيه محدش بيعمل لك الاستحواذ ده كله. بس دي من النقط السلبية بصراحة اللي انا مش حاببها في الجهاز. ولو هنبص برضو للسماعات هنا فالسماعات جاية مونو مش استيريو. عارف ان السعر حاكم، بس ما كانتش هتفرق قوي في السعر، علشان لو هنتكلم عن السعر فانت تليفونك نازل عريان، يعني ولا نازل بجراب ولا نازل بشاحن. فمعنى كده الجهاز بتاعك متقارب جدا مع المنافس بتاعه. ولو هنيجي بقى الميزة في التليفون وهي اللي سندت التليفون حرفيا، وهو المعالج الموجود هنا هو الجي 99 بتقنية ال6 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 57 MC2. هتاخد اداء حلو جدا، هيصد في الالعاب التقيلة، مفيش لاج، مفيش الكلام ده كله. هتفتح برامج كتير برضو مفيش لاج، مفيش الكلام ده كله في الالعاب والبرامج والكلام ده كله. ممكن تلعب وتسيب برامج مفتوحة وترجع تلاقي نفس البرنامج هو مفتوح، مفيش اي مشكلة. فهنا بيوصل لحوالي 400 الف نقطة على الانتوتو. يعني انت معاك معالج من افضل المعالجات الموجودة في الفئة دي، مقارنة بمعالجات زي ال680 وال685 المنافسين له في الفئة السعرية بتاعته. ولو هنيجي بقى للكاميرات فانت عندك كاميرا امامية 13 ميجا بكسل، هتاخد منها صور معقولة جدا في الاضاءة او الاضاءة الكويسة. ولو هنتكلم بقى للكاميرات الخلفية فانت عندك 3 كاميرات خلفية. عندك كاميرا اساسية 50 ميجا بكسل، عندك كاميرا 5 ميجا بكسل للتصوير الواسع، وعندك كاميرا 2 ميجا للماكرو. كلنا طبعا عارفين ان كاميرات سامسونج بتبقى كويسة جدا، فانا عموما بحب كاميرات سامسونج وبحب الصور بتاعتها، فالمعالجة بتاعتها بتبقى كويسة جدا. وزي ما اتفقنا كل ما تظبط الاضاءة كل ما تاخد صور مثالية. وعندك الفيديو هنا اخره 1080. ولو هنيجي للبطارية هنا فالبطارية جاية 5000 ملي امبير بسرعة شحن 25 واط. مش عاوزين ننسى برضو ان التليفون هنا مش بيجي معاه شاحن، بيجي معاه الوصلة بس، يعني راس الشاحن انت اللي بتشتريها. وعموما زي ما اتفقنا ان المعالج هنا 6 نانومتر، يعني مش بيفرغ من البطارية كتير. من الاخر كده لو هنبص للمميزات بتاعت التليفون فانت هتاخد شاشة ممتازة جدا، تاخد معالج قوي جدا، هتاخد شكل كويس الى حد كبير. لكن لو هنبص لعيوبه الاستحواذ بتاعه وحش جدا. لو هنبص للسماعات فالسماعات مونو. ولو هنبص برضو ان العلبة ما فيهاش ولا شاحن ولا جراب. دي كانت مراجعة بسيطة للاي 15. اهم حاجة ما تنساش الاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.